مرحبا، مساكم الله بالخير جميع. كيف الحال؟ طيبين علومكم؟ طبعا اللي تشوفه هذا أنا لبستها قبل يومين ثلاثة، فكيتها ورجعت اليوم بعد إعلان المرسل اليمس. أول ما قمت من النوم تحمست، قالوا لي إنه جاب أرقام، ففتحت جوالي على طول أول ما قمت من النوم. رجع الإعلان شوي، لبستها لأنها مثل ما قلت لكم هي تقطر الماء، والله إنه يصب صب، إنه يجي على يدي، إنه يجي على الأرض، يصب صب. الحالة هذه ما كنت جتني في حياتي ولا كنت شفتها في حياتي. وسببها الجوال، سببها إني أول ما أقوم من النوم أستخدم الجوال أو إني أستخدمه في ظلام. حتى التلفزيون أنا كنت تابعت مباراة وأنا مطفي اللمبات، فهي من بعدها هي اللي تسببت لي فيها. والجوال أول ما تقوم من النوم هذا مصيبة مصيبة مصيبة. يعني إنك تستخدمه في ظلام وأنت قايم هو خطأ، وقد يسبب ولها أعراض، يعني يسبب أمراض ولها أعراض يعني ثانية. لكن أول ما تقوم من النوم وتستخدم الجوال هذه هي مصيبة. هذه هي سبب الله لا يقدر تسبب عمى إذا استمريت عليها. والله ما صورت المقطع هذا إلا إني بنصحكم، والشيء هذا اللي أنا سويته وتشوفون نتيجته قدامكم لا تسوونه. والله إني تهاونت فيها كثير، نصحوني أمي وأبوي دائما هم وراي في الموضوع. أشوف مقاطع بس إني أقول عادي، يعني ممكن الشخص هذا اللي قدامي صارت معه صدفة، أو إنه يعني عنده أمراض ثانية سببت وأدت إلى هذا الوضع اللي هو فيه. لكن أنا ما فيني إلا العافية إلا الحمد، رجال ومتعافي. بس إني استخدمت الجوال في الظلام تسببت لي الشيء هذا. والله إني حتى مرات يعني وأنا لابسها مرات أبي أمسك الجوال، البعد سبحان الله النظر بعين وحدة البعد يختلف، عينك ما تنفتح، شوف شلون تبقى كذا الثانية مع ما نحط عليها شيء. بس سبحان الله رفيجتها شافت رفيجتها كذا وواكبتها، قالت والله ما أخليها خاوتها. السيارة اللي سقت والله إني والبوع مي ماشي. فانتبهوا يا أخوان، انتبهوا، لا تهاون في شيء، لا تهاون في شيء. ترى تهاون أنت ترجع فيك أنت، ما هي بريحته والله. لا نملع إلا الله يشفينا وإياكم مرضانا.